هو أنت اللي تعرف مصر أقدم وأعظم جهاز لمكافحة المخدرات تم إنشاؤه في مصر، وده إمتى؟ في يوم 20 مارس سنة 1929 إنشاء جهاز بوليسي لمكافحة المخدرات في مصر. إيه قصة إنشاؤه وإيه حكايته؟ أول مكتب لمكافحة المخدرات بدأ في القاهرة وطنطا، ومنح رجاله الضبطية القضائية، وبعد 22 سنة من التأسيس، يعني قبل عام 1920، كانت مصر بلا إدارة لمكافحة المخدرات حتى صدور قرار مجلس الوزراء في 20 مارس سنة 1929 بإنشاء مكتب لمكافحة المخدرات بالقاهرة، ولم تمر 6 سنوات حتى صدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء فرعين آخرين للمكتب بطنطا والتاني بأسيوط. وفي يوم 25 ديسمبر 1935، ويعتبر إدارة مكافحة المخدرات أو هذا المكتب هو أول جهاز من نوعه لمكافحة المخدرات على مستوى المنطقة العربية كلها أو في منطقة الشرق الأوسط بأسرها. وكان الفرع الرئيسي للمكتب مخدرات بالقاهرة يتبع الحكمدارية الخاصة بالبوليس في هذا الوقت. وفي عام 1951 زاد عدد المكاتب لتصبح 12، وفي عام 1976 أصبحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لها مكتب مستقل يسمي إدارة مكافحة المخدرات، طبعا بالتوفيق لجهودهم المخلصة لحفظ الشباب المصري. رمضان كريم.